في الفيديو بتاع النهارده هنتعلم ازاي نعمل روجيتا طبيه خاصه بالاطباء بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان هعلمك ازاي تظبط مقاس الروجيتا على الورق اللي انت طالبه في المطبعه، وكمان تعمل مونتاج للروجيتا دي علشان يوصل لمرحله فصل الالوان بدون اي اخطاء. وعايزك تاخد بالك معايا ان انا عامل بلاي ليست خاصه بمجال الدعايه والاعلان موجوده على القناه تحت، فيها دروس كتير جدا خاصه بالتصميمات اللي بتنطبع، فلو انت شغال في مجال الدعايه والاعلان تقدر تخش تشوف البلاي ليست دي، هتستفاد منها كتير. وبدون كلام كتير يلا بينا ندخل في الدرس. بس قبل ما ندخل في الدرس اشترك في القناه واضغط لايك واكتب لي في نهايه الشرح اي استفسار انت حابب تساله وانا ان شاء الله هجاوبك عليه. فيلا بينا ونبدا صديقي. اول حاجه بمقاس الروجيتا، تعالوا بينا نشوف مقاس الروجيتا كام ونبدا نخش على البرنامج ننفذ. يلا بينا. طبعا دي الروجيتا اللي احنا هنشتغل عليها واللي احنا هنظبط مقاساتها واللي احنا هنعمل ديزاين شكلها بالظبط. هنضغط كنترول ان هنروح، هي مقاس الروجيتا 17 في 25، 17 العرض، الارتفاع 25 سم، الريزوليوشن طبعا 300 علشان هو حاجه خاصه بالطباعه. طبعا الكالر مود هنختاره سي ام واي كي كريم. تمام، ده مقاس الروجيتا الطبيعي. خلينا متفقين ان في حاجات كده خاصه بالطباعه لازم نعملها قبل ما نبدا ديزاين. تمام، في الروجيتا طبعا لازم تسيب سنتي فوق علشان الثانيه بتاعت الغلاف بتاع الروجيتا. تمام، خلينا نعمل هوامش. هنروح على فيو، طبعا ممكن تعمل لها انت اختصار زي ما انا عامل كده الت كنترول كي، بيوديك على الهوامش او بيوديك على المسطره. طبعا ممكن نسيب 1 سم داير ما يدور علشان امانات الطباعه ونضغط انتر. تمام كده. طبعا احنا اول حاجه سيبنا سنتي فوق علشان الغلاف بتاع الروجيتا. تمام، طبعا انت شايف الروجيتا قدامك اهي. انت لو جيت بصيت كده هتلاقي ان اصعب حاجه هنا مثلا بالنسبه لاي مصمم جرافيك هو، او مش اصعب حاجه يعني، لازم يكون مبتدئ علشان تقول عليه ان دي اصعب حاجه بالنسبه له في التصميم ده، اللي هو الكيرف ده معمول على الاستريتور. تعالوا بينا ننفذه هناك زي ما هو كده بالظبط. انا هفتحه على الاستريتور قدامكم اهو، هو موجود هنا. انا هفتحه على الاستريتور هنا اهو. تمام، هو كده قدامك اهو. لو انا عايز اعمل واحد زيه بالظبط تيبيكال بنفس الريتم بتاعه، هنعمل ايه؟ هنروح على البين تول، هنقعد نرسم الكيرف كده زي ما هو كده، ونعمله كده حاجه بسيطه زيه بالظبط. نعمله تاني بس علشان هو مظبطش معايا المره دي اهو كده مرسوم اللي هو ستروك. لو رحت اتكيت على السلكت كده هتلاقيه قدامك ستروك. طبعا هو مش الشكل ده، هو ستروك قدامك اهو. لو زودنا الستروك شويه، زودنا كمان ورحنا اخترنا اليونيفورم اتكينا الشكل ده، هتلاقيه ظهر قدامك بالشكل ده. طبعا انا عايز اظبطه علشان هو انت زي ما انت شايف كده في كيرف مش مظبوط. تمام، هنروح نجيب السموث تول، هنسلك الاول عليه ونروح نيجي بالراحه كده اهو. السموث تول دي حاجه اداه بسيطه جدا وجميله جدا، تقدر تظبط لك اي كيرف او اي حاجه انت مزهقك على الاستريتور. طبعا هو زي بالظبط، ممكن يكون احلى كمان لو احنا شدينا ده كده ووديناها على الاستريتور ووديناها على الفوتوشوب. نحطها على التصميم اللي احنا عايزين نعمله. تمام، نصغرها شويه، نسنترها في النص، نديها الكلر بتاعنا. لو احنا رحنا اخترنا بس الكلر، احنا هنشتغل بالالوان دي عشان هو الدكتور طالب كده. كليك يمين بيلدينج اوبشن، تكينا كلر، اخترنا اللون، هتلاقيه نازل في درجه الماجنتا بس اللي هو 100. لو انت متابع او نزلت شفت في القناه تحت هتلاقي درس خاص بالالوان وازاي تفصل الالوان وازاي تظبط المعايير بتاعه اللون كده. نضغط اوكي. بس اعتقد مش نفس اللون اللي احنا مختارينه، يعني لو خدنا اللون ده كده بالراحه ورحنا تكينا كلر اوفرلاي واخترنا اللون اللي هو ده كده، هتلاقيه نازل في السي والام والواي. تمام، نضغط اوكي. نسنتره تاني في النص كده. طبعا هو كده متسنتر اهو. خدنا فكره الروجيتا. هنروح للوجو بتاع الدكتور اهو. انا هاخد اللوجو زي ما هو اهو. طبعا هو محطوط في دايره، لو رحنا عملنا دايره بالراحه كده بنفس اللون بتاع الروجيتا. لو ضغطنا حرف يو هنروح على الستروك هنختاره ابيض ونعمله مثلا سي 10. تمام،
هنروح ناخد اللوجو وبالكنترول حرف الدال هنرفع اللوجو فوق محطوط اهو، نسنطره مع الدايره. تمام، مفيش اسهل من كده يعني بصراحه. لو انت عايز طبعا تشوف اي روجيتا او تجيب اي فكره روجيتا هتخش على جوجل تكتب روجيتا طبيه، هتلاقي روجيتات كتيره جدا تبدا تاخد منها الفكره وتبدا تنفذ وتظبط الالوان وتنسق الكلام بتاعك. هو افضل، هو يعني من ضمن الحاجات اللي في الروجيتا ان انت تنسق الكلام وتظبط الفونتات، ان مثلا اسم الدكتور او اسم الطبيب يكون بولد حاجه قويه كده في روجيتا، طبعا البيانات اللي تحت تكون بفونت اقل، كلمه دكتور تكون بفونت رقعه مثلا، او حاجه زي كده. فده كله هيسهل عليك ان روجيتا تطلع في الاخر بشكل كويس. تمام كده ظبطنا اللوجو. هنروح للكلام. الكلام طبعا زي ما انت شايف كده كلمه دكتور، تمام، بفونت رفيع، تمام، وفونت الاسم بتاع الدكتور بفونت حمدي الاصدار السادس او السابع اعتقد. وطبعا الكلام اللي تحت اسم الدكتور بالجي اس اس. تمام، هو فونتات كلها موجوده بس فونت حمدي هو ده فونت مدفوع. طبعا علشان بس اختصارا للوقت بتاع الفيديو هناخد الكلام زي ما هو كده، بعد ما انا نسقته هنحطه فوق على اليمين. وخلي بالك من السنتي اللي فوق ده علشان ده الغلاف بتاع روجيتا ما يجيش الكلام تحته، علشان بيكون في غيره وفي حوارات كده بتحصل في روجيتا من فوق، فده كله بيأثر على الكلام اللي مكتوب تحت في روجيتا. ده كده الاسم ظبطناه. هو طبعا كان الدكتور قال لي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فانا جبتها من على جوجل PNG. نروح نحطها برده بخط بسيط كده في النص هنا ونسنطرها. طبعا في اي روجيتا بتكتب الاسم والسن والتاريخ، يعني انت طبعا لو رايح تكشف لا قدر الله بيطلب منك اسمك وبيطلب منك سنك وبيكتب التاريخ بتاع الروجيتا، فدي حاجه اساسيه بتكون موجوده في اي روجيتا. طبعا الاسم مكتوب، يعني التفاصيل دي والتنسيق دي بتاعتك انت بتقدر تظبطها حسب التصميم بتاع روجيتا. تمام، وحرف الار طبعا اللي بتلاقيه مكتوب في اي روجيتا من فوق على الشمال اللي هو روجيتا مكتوب بفونت يعني متدلع كده شويه وجنبه شرطه، فالموضوع بسيط جدا يعني مفيش اسهل من كده. حطه في بدايه الروجيتا كده. طبعا هو كان في حد قايل لي ان انا اصور له الكيبورد وانا شغال، هو الموضوع صعب جدا لاني بصور بكاميرا واحده، لكن لو عندي كاميرتين كنت حطيت له كاميرا تصور الكيبورد وانا شغال وكاميرا تصورني وانا بتكلم معاك. بس الموضوع صعب جدا، قدام ان شاء الله نقدر نظبط الجزئيه دي مع بعض. هنبدا ننسق كده الكلام مع بعضه. طبعا ما تعديش السنت اللي هنا عشان لو في قصه ولا في اي حاجه ما تروحش معاه. طبعا الحاجه اللي بعد كده هو اللوجو بتاع الدكتور اللي محطوط في النص. اللوجو لو خدناه كده حطيناه هرجعه لك اكنه لسه محطوط في الاول، هو 100% اهو. تمام، هنسنتره في النص كده. تمام، ونعمله الاوباسيتي بتاعه 7%. ليه؟ علشان يظهر في الطباعه لو جيت تكتب فوقه ما ياثرش على الطباعه اللي تحت وما ياثرش على الكلام اللي مكتوب او ما يكونش الكلام اللي مكتوب واضح. فهو بيكون الافضل بيكون 7%. في الاوباسيتي هنا بتعمله 7%. لو هو لون اسمر بتعمله 7% وتروح تختار مالتيبلاي. تمام، عايزين بقى نكتب الكلام اللي تحت. الكلام اللي تحت زي ما انت شايف كده الكيرف اللي هو فوق محطوط تحت بس محطوط معكوس اهو. هناخد الكيرف اللي هو فوق نشده كده الت وشيفت ونحوله 180 درجه او نرجعه تاني بس معلش عشان هو الكلام هنا مظبوطه كده. تمام، الكلام طبعا مكتوب بفونت بسيط جدا اسمه افيني. تمام، هاخده طبعا خد بالك وانت شغال لازم تسيف المشروع بتاعك علشان ما يبصش وترجع تعيده من اول وجديد. كنترول شيفت اس تسيفه بقى في اي مكان. انا سيفه على الديسك توب مثلا روجيتا. تمام، ظبط دي كده شويه او نضغطها شويه كده نجيبها كده ونكبر الاسم شويه العنوان شويه كده. تمام، ايه اللي تحت العنوان تاني؟ الارقام بس انا طبعا مكتوبه بالاريال
الكلام ده كله بسيط جدا خاص بالتنسيق بتاع الروجيتا. لو شدينا كده حطيناه في المكان بتاعه تحت اهو، نظلها فوق السنتي بس علشان ما يروحش في القص. طبعا انا عامل تشكيل كده في الارقام علشان تكون واضحه يعني اكتر. عامل رقمين اللي هو بدايه المحافظه بلون، وعامل الرقم الرئيسي بلون، وطبعا الرقم النهائي بلونين مختلفين علشان بس ايه تكون واضحه للعميل ان هو لو نظره ضعيف او كده يكون الارقام واضحه قدامه. طبعا مكتوب بالاريال وهو فونت يعني مشهور جدا وبتلاقيه اصلا على الاصدار بتاع الفوتوشوب. ده كده شكل المذكر، شكل الروجيتا في النهايه. لو جينا نتكلم بقى على جزئيه ازاي امنتج الروجيتا دي علشان تروح لمرحله فصل الالوان والزنكات، واللي عملنا عليها درس طبعا في البلاي ليست بتاعه الطباعه والدعايه والاعلان. تكون اولا عارف مقاسات الورق اللي انت هتطبع عليه الروجيتا علشان تقدر تمنتج الروجيتا بطريقه مظبوطه ان هي تروح لفصل الزنكات وتروح لبتاع الطباعه بمقاس مظبوط ما يحصلش فيها اي اخطاء باذن الله. فيلا بينا هنشوف الجزئيه ديت. طبعا المقاس الطبيعي اللي هو مقاس الروجيتا اللي هو 17 في 25 جايبين له ورق فرخ صحيح. يعني اللي مش فاهم فرخ صحيح انت هتلاقي فيديو تحت خاص بالورق هتقدر تفهم منه ازاي تعمل مونتاج في الورق ده وازاي كده. ففي الفيديو ده انا هشرح لك بس ازاي جزئيه ان انا امنتج روجيتا في الربع فرخ الخاص بالطباعه. ركز معايا. الربع فرخ ده مقاسه 50 في 34 تمام. ريزوليوشن 300 سي ام واي كي كرييت. اوكي. لو جينا نقسمه لاربع اجزاء هنضغط الت كنترول كي علشان اقسمه. انا ده اختصار عندي فانا مظبط الاختصار ده على ان هو يديني المسطره او يديني الهوامش. طبعا مالناش دعوه لا لينا دعوه بالمنتصف، مالناش دعوه بالهوامش تمام. لو انت جيت لاحظت هنا هتلاقي اتقسم لي اربع خانات تمام. الاربع خانات دولت هو كل واحد على مقاس الروجيتا اللي انا مصممها. تعال نشوف كده. انا طبعا شلت الباك جراوند عشان اوضح لك اكتر. لو جينا سلكنا على الروجيتا كلها وضغطنا كنترول شيفت سي هيديك نسخه التصميم اللي قدامك كلها تقدر تحطها في اي حته. كنترول في كنترول شيفت سي وخدناها كده حطيناها هنا. الروجيتا قدامي لو انا خدتها كده بالراحه وحطيتها في الجزئيه دي وعملت لها بلاش الفها كده، هلفها لك بي هلفها لك تلفها بس 90 درجه كده اهو تمام. وجيت حطيتها في السلكت اللي انا عامله ده كده هلاقيها دخلت بالظبط في نفس المقاس اللي انا فتحته بتاع الروجيتا. اكررها بقى ازاي؟ اضغط الت وشيفت واسحب لتحت اهو كده اتكررت مرتين تمام. هسلك على الاثنين في اللايرات كده واضغط برضو الت وشيفت واسحبهم كده اهو كده. الدنيا قدامي بص سهله وبسيطه جدا وكل حاجه يعني مظبوطه في مكانها، مفيش اي لخبطه في اي مقاس. هنعمل له حواف بس علشان في القص بعد كده يبدا يقص عليها ما يتلخبطش. يعني هنعمل له حاجه بسيطه جدا بس كده، حاجه يعني تكاد تكون تختفي. يعني نضغط يو ونخليها مثلا بنفس اللون بتاعنا وملهاش ستروك سنسات تمام. اصغرها بس حاجه بسيطه كده ان هو لما يجي يقص هيقص على الجزئيه دي، هيقص من هنا. نكررها مثلا الناحيه الثانيه، نكررها كده الناحيه الثانيه محطوطه هنا مظبوطه. في القص ده طبعا الحته دي هتختفي جدا يعني هتتشال اصلا في القص. نجيبها برضو نحطها في النص كده واحده كده ونسنطرها. نعمل سيلكت اول على التصميم كله، سيلكت اول كده ونروح نسنطرها تمام. نكررها برضو بس عكس عكاز زي حرف الاكس كده اهو. كررتها وقلبتها 90 درجه، اخدها احطها في النص بالظبط اهو. لو عملت سيلكت برضو تاني كده وسنطرتها في النص وسنطرتها في النص التاني بقت مظبوطه معايا بالظبط اهو. في النص هيجي هيقص لك على السنسات دي بالظبط كده. المونتاج الاخير لروجيتا اعتقد مفيش اي حاجه هتحفظها كنترول شيفت اس وتوديها على تحفظها جي وتبعتها للمطبعه. طبعا انا بس نسيت حاجه عايز اقولها لك. لو انت رحت للروجيتا تاني كده في حاجه اسمها ايه بقى
الشانل دي انا عامل درس مخصوص يعني ايه تشانل ويعني ايه فصل الوان والكلام ده كله، بس هوضح لك بس جزئيه بسيطه. الجزئيه ديت الا وهي يعني ايه 3 لون ويعني ايه 4 لون. 3 لون هي كده الروجيتا، لو انت شفت اللون البلاك مش هتلاقي لون بلاك موجود خالص، لو جيت تشوف اليولو هتلاقيه موجود، شفت الماجنتا هتلاقيه موجود، شفت السيان هتلاقيه موجود، لو اتكيت سي ام واي كي هتلاقي اصلا ان الروجيتا ديت هي تصميم 3 لون. تمام. فلما تيجي تفصل زنكات وتروح بتاع الزنكات ان هو يفصل الزنكات عشان تروح لبتاع الطباعه هتلاقيها نازله في 3 الوان بس، فهتوفر عليك في تكلفه الزنكات. وطبعا لو انت بتطبع على مكنه 4 لون فمش هتوفر معاك، لكن لو بتطبع على مكنه 2 لون هتوفر معاك. اللي هو هتوفر معاك ايه؟ ان هو 3 لون نازله 3 لون، مش هتتسحب 3 مرات او 4 مرات. تمام. لكن في مكنه اوفست 4 لون مش هتوفر معاك حاجه، لكن لو في مكنه 2 لون هتوفر معاك 1 لون ان هو مش هينطبع. لو عندك استفسار اكتبه لي تحت، وما تنساش تضغط لايك وتصلي على النبي وتشترك في القناه. انا احمد المصري، مصمم جرافيك. سلام.